حكامنا أنتم مصيبتنا، أنتم أساس بلائنا ونكبتنا. اهتزت كل الدنيا لمصاب غزة، لرجالها، لنسائها، لشيوخها، لأطفالها التي في كل يوم تذوي وتذوب، وأنتم كالأصنام صامتون خائنون مطبعون، ترقبون فناءها تخططون ضدها. حكام عروش وقروش وكروش وفلوس وفروج. لك بطلتوا مسلمين عرفنا، بس بطلتوا عرب. ولك العربي في الجاهلية حتى قبل الإسلام كان عنده دم، عنده شرف، عنده نخوة، عنده مروءة، يجير من استجاره. أنتم ماذا بربكم؟ أما حركتكم هذه المشاهد والصور؟ ألم تحرك شيء فيكم؟ أنتم حكام؟ لا والله محكومين. سلبوكم الخيل وأركبوكم الحمير، عروكم من الرجولة وألبسوكم حلق وتنانير. وإلا مش حرام هؤلاء الأطفال يقصفون بالنفط العربي؟ مش حرام غزة منذ أيام وأيام تستغيث، تستصرخ الضمائر، تنزف، تبكي، ثم بعد ذلك ترسلون لها الأكفان؟ ولك الأكفان. يا ويلكم من الله، يا ويلكم من الله. ماذا ستقولون لربكم؟ 140 مليار دولار مشتريات السلاح للوطن العربي في العام الماضي، ماذا فعلتم بها؟ فعلتم الاستعراض العسكري العظيم السنوي، تشبيح أمام الشعوب لتخويفها وقمعها، لفتح السجون والقبور لها. ماذا فعلتم بها؟ فعلتم المعارك الهائلة على بعض، ما أعنفنا وما أشدنا على بعض. ماذا فعلتم بها؟ خزنتموها في المخازن للصدع وللتلف. أما غير ذلك استحلينا شي طيار شبعان من حليب أمه، من هودي اللي حاطين كيلو نجوم وكيلو أوسمة، بيفلتوا هيك شفلتي بالهواء بالسماء، يحلق فوق سماء غزة، يرينا فيهن ما يفرج ويسعد الأمة. ولكن من وين؟ من أين نأتي بالشجاعة لمن ربوا على الخنوع؟ ألا فلنامت أعين الجبناء، فلنامت أعين الجبناء. للأسف نحن نعيش في مستعمرات لا في أوطان. نفطنا وثرواتنا محرمة علينا. كلمة استقلال كذبة، كلمة حرية كذبة، كلمة إنسانية أكبر كذبة. يريدوننا كالأغنام نرعى وننام. هذا السلام الذي يريده لنا الحكام، لا سمحهم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.